اوه، وما نشوف الدنيا فيها ايه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. السلام. ولبثوا بكهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا ابني انت؟ وايه اللي انا سمعته ده؟ شفت يا عم الناس بتعمل ايه؟ بيجيبوا قرآن ويغنوه بالراب والروك والميتال والكلام ده. وريني يا ابني. خد. يا نهار اسود. طب ايه، مش هنشوف الموضوع ده ولا ايه؟ شوف الموضوع ده. طبعا ناس كتير خدت خبر بالموضوع ده، وظهور قناه بتعمل اغاني راب وميتال وروك وحاجات من النوع دوت، بس بيقولوا كلام القرآن وبيغنوه. للأسف الموضوع حقيقي، وعملنا حملات كتيرة جدا، وكل ده في اليومين اللي فاتوا بس، ده الموضوع لسه جديد. والحملات دي كانت هدفها اننا نقفل القنوات ديت او نعمل بلاغات عليها، والحمد لله في قناة تقريبا اتقفلت اللي هي اول قناة اتعملت، بس اتعمل بدلها فوق الاربع خمس قنوات لحد دلوقتي. المشكلة بقى ان القنوات ديت بتلم عدد مشتركين كتير جدا في وقت قليل، وده يخلينا نفكر هل الاشتراكات ديت والمشاهدات دي امر طبيعي؟ يوسفني ابلغكم ان الموضوع ده طبيعي جدا، لانك بتعمل حاجه مستفزه للجمهور وبالذات الجمهور المسلم، وطبعا كلنا عارفين ان اي حاجه مستفزه هي بس اللي بتجيب مشاهدات تقريبا في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده، فبالتالي امر طبيعي ان هي تلم المشتركين دولت، بالذات يعني ان في غير مسلمين كتير وان في لا دينيين برضو كتير. وبالفعل نجحت القنوات ديت الناس تستفز مشاعر مسلمين كتير حول العالم، وده اللي خلى برضو مسلمين كتير غيورين على دينهم يطلعوا يتكلموا في الموضوع دوت ويقولوا احنا ازاي القنوات دي تتعمل وازاي مش عارف ايه، وما حدش فيهم فكر ازاي يعلم الناس يعملوا بلاغات على القنوات دي على قد ما كان الموضوع هدفه الترند، ودي كارثه اكبر. وللاسف قليل جدا اللي طلع وقال للناس او علم الناس ازاي يعملوا بلاغ على قناه معينه بتبث حاجه معينه. وهوريكم برضو في اخر الفيديو ده ازاي نعمل بلاغات على القنوات او الصفحات اللي من النوع ده. خليكم معايا. ما اصل انا عايز ارد الاول لان الموضوع فيه اسئله كتير بتلف حوالين الموضوع ده. اولهم، هل القائمين على القنوات ديت ليهم مثلا دين معين او لا دينيين ولا مسلمين ولا ايه بالظبط؟ هقول لك كل ده وارد، ممكن يكونوا كده ويكونوا كده ويكونوا كده، لكن المفاجاه بقى والكارثه اللي تغيظك بجد ان ممكن يكون فيه مسلمين قائمين على القنوات اللي من النوع ده، بالذات ان انا لما بحثت اكتشفت حاجه زي كده. بس يعني مسلمين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، يعني معلش. واصل انا لما دخلت اعمل بلاغ على صفحه من الصفحات ديت لقيت ان الوصف اللي بيكتبوه من النوع اللي انا هقراه لكم دلوقتي ده. بص بقى يا سيدي، نجيب كده التليفون، نفتح اول حاجه هنجيب القناه الاجنبيه، تمام؟ على طول على جامعه جوجل ترانسليت هنلاقي بقى في وصف القناه نفسه بيقول ايه؟ اهلا بكم في اغاني القران الكريم، حيث يتم التعبير عن الايات القرانيه المقدسه بشكل ابداعي من خلال انواع موسيقيه متنوعه. انضم الينا في رحله فريده في نوعها، حيث تلتقي حكمه القران الخالده بالطاقه النابضه بالحياه لموسيقى الروك اند الرول والبوب والفانك والتكنو والبلوز والمزيد. اختر اندماج الروحانيه والابداع الموسيقي كما لم يحدث من قبل. اشترك الان للحصول على مزيج متناغم من الايمان واللحن. دي قناه اجنبيه مش عارفين بتبث منين، زي ما اوريكم كده في السكرين بتاع الوصف. تعالوا نشوفوا بقى قناه من القنوات العربيه، وركز هم مش بيضربوا في الثوابت، هم بالنسبه لهم الموضوع ده عادي، بالنسبه لهم ان هم كده بيواجبوا العصر. خليكم معايا. نيجي بقى للقناه العربيه هنلاقيه بقى بيقول لك ايه؟ مرحبا بكم في اغاني قرانيه حديثه، حيث تغنى الايات الكريمه للقران بابداع من خلال انماط موسيقيه متنوعه. انضموا الينا في رحله فريده حيث تلتقي حكمه القران الخالده بموسيقى الروك اند رول، البوب، الفانك، التكنو، البلوز وغيرها. اختبروا الاندماج بين الروحانيه والابتكار الموسيقي كما لم تشاهدوه من قبل، وبرضه واشترك الان للاستمتاع بمزيج متناغم من الايمان والانغام. طبعا هي ترجمه يعتبر من القناه الاجنبيه مع اضافه شويه حاجات. الكارثه بقى انك لما تلاقي القناه ديت بتبث من المملكه العربيه السعوديه. حزن، ده الحزن، قمه الحزن. البلد اللي نزل فيها الاسلام اصلا. في ناس ممكن تعمل قناه بيغنى فيها القران بالطريقه اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو ده.
وانا اسف ان انا عرضتها يعني، بس لازم الناس تعرف ايه اللي بيدور حواليها، والله دي نيتي. وزي ما قلت انا بتناول الموضوع علشان في الاخر اعرفكم ازاي نعمل بلاغات للقنوات اللي من النوع ده. وتعالوا نشوف بقى اخر حاجه في وصف الفيديو معين هم عاملينه، اللي هي اغنيه سوره الحشر. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم في وصف الفيديو ده بيقولوا ايه بقى؟ تغيير نوع الاغاني القرانيه يعكس تطور المجتمع وتغيير الاذواق مع مرور الزمن. في الماضي كانت الاغاني القرانيه تعتبر غالبا عن القيم التقليديه مثل الحب والنقي والولاء والوطنيه، وغالبا ما كانت تغنى بايات قرانيه باسلوب بسيط وموسيقى هادئه. لو تفتكروا الناس اللي كانت بتحط ميوزك بسيطه قوي كده مع الخلفيه، او بيحطوا ميوزك او هامينج مع القران يعني. المهم بيقول لك ومع مرور الوقت تغيرت الموضوعات والالحان لتعكس التحولات الثقافيه والاجتماعيه، وظهرت الاغاني القرانيه الحديثه مش عارف ايه. يعني من الاخر مجمل الكلام انه بيقول لك احنا بنعمل كده لان في تطور موسيقي وتطور للنغمات، وفي راب وفي تراب دلوقتي وفي حاجات جامده ما شاء الله، فاحنا بنقدم الموضوع بس بنقول يعني القران بالطرق دي، الطرق الحديثه. ربنا يهديكم او ياخدكم ايا كان. وده اللي بيثير الشك عندي، ان القائمين على القنوات اللي من النوع دوت من ضمنهم عرب ومسلمين اهو، ومن السعوديه كمان. والكارثه الاكبر بقى ان في اعتقادهم ان ده حاجه يعني بتفيد التجديد، بما اننا بقى في عصر الراب والتراب والمش عارف ايه والكلام ده كله، اننا كمان ليه ما نتغناش بالقران على الطريقه الحديثه اللي فيها معازف اللي متحرمه اصلا. مش عارف بيفكروا ازاي. الحاجه الثانيه بقى اللي انا يعني عايز اخد رايكم فيها، يعني انتوا مش ملاحظين ان في هوجه كده لاصحاب الفكر العلماني والالحادي وال يعني مش عايزين مش عارف اقول ايه بصراحه. الناس اللي انتوا عارفينهم دول بتوع الالوان، مش واخدين بالكم ان هم واخدين مساحات على شاشات التلفزيون اليومين دول علشان يقولوا افكارهم السامه للناس؟ مش ملاحظين؟ لاحظتوا اكيد الموضوع ده، واتكلمت انا في ناس برضو بيتكلموا عن المساكنه، ووريت لكم ازاي بيتفرد لهم اوقات كتيره قوي على التلفزيون وفي البرامج. انتم ملاحظين الموضوع ده اكيد صح؟ انا مش عارف الحقيقه هو في ايه بالظبط، الناس دي عايزه توصل لايه بالذات برضو. يعني انتم مش ملاحظين كميه المشاهدات اللي عند الناس اللي من النوع ده وحابين يتفرجوا عليهم؟ يعني كميه كبيره يعني مش قليله. تلاقي مثلا حد زي الناس اللي انا هعرض لكم صورهم او صور قنواتهم وعدد مشتركينهم ومشاهداتهم دول، يعني الناس دي والناس اللي بتشوفهم، هل الناس دي احنا بنشوفهم في الشارع؟ يعني هل انت بتشوف حد في الشارع مثلا وانت ماشي يقول لك يا عم انا ملحد، انا مش عارف زنديق، انا مثلا كافر، انا شاذ؟ هل بتشوف ناس في الشارع كده تطلع تقول انا كده زي ما بيطلعوا يقولوا على الشاشات؟ اكيد لا. فدي حاجه تعرفك ان هم تقريبا مستنيين لحظه معينه، تغير معين، مهرجان، حفله، الحدث المناسب يعني ان هم يعلنوا نفسهم للعالم ويفرضوا ارائهم ديت على المجتمع. انا مش عارف الحقيقه يعني هل امتى الوقت ده ممكن يجي اللي احنا ممكن نشوف واحد يقول لك المفروض ان احنا نلحد او نبقى شواذ كلنا او نبقى مش عارف. ما انا ما اعتقدش برضه يعني، مش عارف اقول ايه بصراحه. ممكن طبعا يا شباب انا دلوقتي هعلمكم ازاي ندخل بنعمل بلاغات على القنوات اللي من النوع ده. طبعا هندخل الاول على وصف القناه، الكلام اللي هو مكتوب على وصف القناه، بعد كده نلاقي قسم لمحه، هننزل لتحت كده زي ما احنا شايفين، هندوس بلاغ عن المستخدم. بعد كده بيدخلنا على قائمه، القائمة فيها مثلا ايه مضايقات وتنمر على الانترنت او الخصوصية او انتحال هوية او تهديدات عنيفة، او احنا ملناش دعوة الا باخر حاجتين: كلام يحض على الكراهية ضد مجموعة محمية، او محتوى غير مرغوب فيه وعمليات خداع، وممكن مضايقات وتنمر على الانترنت اللي هي اول واحدة. مفيش مشكلة، هندوس على اي واحدة فيهم. انا اخترت كلام يحض على الكراهية ضد مجموعة محمية، فبيقول لك لو انت عايز تضيف سبب. انا طبعا ضفت سبب زي ما انتم ما شفتوا كده، هجرلكم الفيديو، بس طبعا بعد ما بنختار الفيديوهات كلها اللي موجوده على القناه عشان نضم كل الفيديوهات ديت للبلاغ اللي احنا قدمناه. كتبت الملاحظات زي ما انتم ما شفتوا كده اهوت: اضافه موسيقى الراب والميتال والروك على كلام الله المقدس، واضافه مشاهد رقص على محتوى يخص الدين الاسلامي، وهذا يتنافى مع الشريعة الإسلامية شكلا وموضوعا.
وبكده يبقى احنا عملنا البلاغ اللي احنا بنتكلم فيه. وبيقول لك طبعا يوتيوب شكرا لقد تلقينا بلاغك وسنرسل لك رساله بقى بتفيد الكلام ده. انا بعت وبعتوا لي بالفعل رساله على اليوتيوب، قالوا لي ان احنا يعني القناه ديت هتبقى مراقبه بزياده عن اللازم علشان نعرف هل فعلا الموضوع ده تمام ولا ايه. والرساله دي هتيجي لاغلب الناس لان كميه كبيره قوي من الناس قدموا بلاغات، فاليوتيوب بياخد الموضوع على محمل الجد لما يلاقي كميه ناس بتعمل كده. اتمنى انكم تعملوا كده او لكل من يهمه الامر بمعنى اصح. السلام عليكم. اصل الحكاية مش معضلة، بحبة إرادة تتحل المشكلة.